يختتم زيارته إلى الصين عقب مشاركة فاعلة في قمة العشرين. واليوم البرلمان يحصد ثمار دور الانعقاد الأول ويحدد مصير الخدمة المدنية. وفي سوريا سقوط قتلى جراء غارة جوية روسية رغم توافق واشنطن وموسكو على وقف إطلاق النار. أهلا بحضراتكم وجولة إخبارية جديدة نقدمها لحضراتكم من شاشة CBC إكسترا. غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم مدينة هانغ تشو في طريقه إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته في أعمال دورة 11 لقمة العشرين والتي عقدت يومي 4 و5 من سبتمبر. مشاركة الرئيس السيسي في القمة العشرين جاءت بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ يناير الماضي أثناء زيارته الرسمية لمصر. وقد شارك السيسي في جميع جلسات وفعاليات القمة وألقى 3 مداخلات و3 كلمات في جلسات مغلقة للقمة. وعلى هامش قمة العشرين عقد الرئيس السيسي مباحثات ثنائية مع زعماء ألمانيا وفرنسا وأستراليا والأرجنتين وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى ولي العهد السعودي والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. كما بحث السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مشروعي إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس. ناقش الرئيسان التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب، كما اتفقا على أهمية استئناف السياحة الروسية لمصر بعد الوقوف على الجوانب الأمنية والفنية بالمطارات المصرية. المشاركة المصرية الخاصة في هذه القمة كانت قائمة وبقوة في هذا المحفل الاقتصادي، حيث أكد رئيس السيسي ضيف شرف القمة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 يتطلب وضع خطة تسمح بزيادة التبادل التجاري ورفع القيود عن الاستثمار. العرض التالي يرصد أبرز ما جاء في كلمة الرئيس.
معنا مشاهدينا هاتفيا للمزيد من التعليق الأستاذ أحمد السرساوي نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار للتعليق على حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة ال20 التي انعقدت في مدينة هانغتشو الصينية. أستاذ أحمد أرحب بك معنا. اهلا بيك استاذ لوما واهلا بجمهور السي بي سي. الحقيقه النتائج اللي اسفرت عنها الزياره نتائج كبيره للغايه سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى السياسي. احنا عارفين ان مجموعه ال20 هي اهم 20 اقتصاد في العالم، وايضا اذا كانت السياسه والاقتصاد هما وجهين لعمله واحده، فبدون شك ان اهم 20 اقتصاد في العالم يعني اهم ايضا 20 حضور سياسي على هذا المستوى. احنا شفنا اللقاءات الثنائيه اللي عقدها الرئيس السيسي منذ وصوله الى الصين يوم السبت الماضي، كلها انصبت على قضيتين اساسيتين هما العلاقات الثنائيه بين مصر وبين الدول التي قابل الرئيس السيسي زعمائها، وايضا القضايا السياسيه المتعلقه بالامن والسلام العالمي، لان طبعا من البديهي انه لا اقتصاد ولا تنميه على المستوى الدولي بدون محاربه الآفة الرئيسيه التي تعاني منها المجتمعات الان، وهي محاربه الارهاب ومحاوله دعم قضايا السلام والاستقرار الدولي. يعني أستاذ أحمد، مشاركة مصر في قمة ال20 ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف ربما لأول مرة لمصر المشاركة في هذه القمة، كيف ربما ترى أهم المكتسبات يعني التي حصلنا عليها ربما لمجرد المشاركة في هذه القمة؟ سؤال رائع. احنا عارفين ان مصر هي الاقتصاد ال24 على مستوى العالم، احنا ترتيبنا قريب للغايه من اهم 20 اقتصاد، وجرت العاده ان الدوله المضيفه لاجتماعات المجموعه، احنا عارفين مجموعه ال20 هي تطوير لمنظمتين اخرتين هما مجموعه ال77 ومجموعه الدول الصناعيه السابعه، وبالتالي تبلورت الصوره الى اهم 20 دوله في العالم. ومصر عندما تكون في المرتبه ال24 هي دوله مؤهله ان شاء الله قريبا ان تنخرط داخل اطار هذه المجموعه. اعتقد ان احنا التسريع الذي تم في الاتفاقيات الثنائيه بين مصر وبين هذه الدول تمت في هذه الزياره. احنا شفنا لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس بوتين، وبالمناسبه ان في هذه الاثناء التي انعقدت فيها القمه في الصين كان وزير الدفاع المصري الفريق اول صدقي صبحي يقوم بزياره الى موسكو لمباحثات مع وزير الدفاع الروسي، واللقاء اللي تم على هامش القمه ما بين الرئيسين المصري والروسي بحثت اهم الملفات المتعلقه الملحه بالعلاقات الاقتصاديه والسياسيه بين الجانبين. احنا شفنا الرئيس اتكلم عن عوده السياحه، وكان منذ اقل من اسبوعين كان في وفد من سلطه الطيران الروسي كانت بتزور القاهره، وراحت القاهره وراحت شرم الشيخ للتاكيد على الضمانات الامنيه والاستحكامات اللي موجوده في المطارات المصريه، واحنا ان شاء الله دي هتكون بدايه عوده السياحه الاجنبيه وليست الروسيه فقط الى مصر. اعلنت عدد كبير من الدول الاوروبيه والغربيه وحتى الدول الاسيويه. احنا شفنا في زياره الرئيس اللي سبقت زياره الصين الى الهند ان الهند اعلنت ان السياحه الهنديه ستتدفق مره اخرى على مصر، وبالتالي اللقاءات الثنائيه اللي عقدها الرئيس على هامش القمه ذللت كثير من المصاعب واسرعت من وتيره او معدلات الاتفاقيات الاقتصاديه. احنا شفنا بحث مع الرئيس بوتين عدد من المشروعات على راسها زي ما حضرتك قلتي من شويه استاذه لوما المفاعل النووي، وهناك اتفاقيات اقتصاديه كثيره مع الصين. نعم. هناك مشروعات كثيره، هناك مناطق صناعيه ستقيمها بكين وموسكو في قناه السويس، وبالتالي انا شايف ان من اهم ثمار هذه الزياره هي تسريع وتيره المشروعات المشتركه ما بين مصر واهم 20 اقتصاد
في العالم، كأن مصر قد زارها زعماء هؤلاء الدول العشرين وعقدت معهم هذه المباحثات. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه القراءة والمتابعة معنا. كان معنا هاتفيا مشاهدينا أستاذ أحمد السرساوي نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار.